السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة اكلة وترويقة. النهاردة معانا سمك قشر بياض. السمك دوت بيبقى جميل جدا، دوت سمك نيلي، بيبقى لونه من جوه كده اللحم بتاعه ابيض. في عندنا سمك قشر بياض وعندنا سمك البياض. السمك البياض بتبقى القشرة بتاعته كده من بره بتبقى ناعمة شوية، واللحم بتاعه بيبقى اسمر شوية. هو بيبقى حلو برضو في الطعم وكده، بس السمك القشر بياض دوت بيبقى اجمل شوية في الطعم، لانه بيتغذى على الخضرة وعلى السمك الصغنن، فبيبقى بصراحة طعمه جميل جدا. هنعمله النهاردة مع بعض طاجن بحكاية بجد. اول حاجة كده هنجهز التتبيلة. هجيب الكبة بتاعتي واحط فيها شوية كرفس، ومعايا طبعا توم ده الاساسي دوت، ومعايا شوية بقدونس وكزبرة خضراء. كزبرية السمك الطاجن بتحب الحاجات دي قوي. هنعمل لها تتبيلة دلوقتي جميلة جدا وخلطة حلوة قوي ان شاء الله. ومعايا هنا فلفل احمر كده، ومعايا قرن فلفل حامي، ومعايا معلقة بصل واحدة بس هحطها عليها. احنا كده كده هنضيف على الطاجن بصل لسه. ومعايا بقى اعشاب روزماري. الحاجات دي بتدي للطاجن كزبرية نكهة جميلة جدا. هنا الخلطة بتاعتنا بقت جاهزة. ودلوقتي بقى اهم حاجة هضيفها على التتبيلة ديت عصير الليمون. معايا عصير ليمون كده عصراه. السمك بيحب الليمون جدا وبيحب كمان الكمون، فانا بقى احط عليه كمون كده. معايا طبعا الملح بتاعي. هبتدي بقى اقلب التتبيله الجميله ديت وهتبل بيها السمكه دلوقتي. والله ريحتها جميله جدا، طالعه من الكبه، الاعشاب مدياها ريحه حلوه قوي قوي بجد. دلوقتي بقى هجيب السمكيه بتاعتي كده وهبتدي اتبلها بالتتبيله اللي انا عملتها ديت، وهحاول اغرقها كلها كده بالتتبيله دي. هظبط بقى بس اهم حاجة الملح بتاعي كويس جدا. بص السمكية بيبقى من جوه لونها ابيض قوي وجميل. ده سمك نيلي، بيبقى احلى سمك بجد، بيطلع من النيل بيبقى طعمه جميل جدا. يعني مثلا السمكية ديت حوالي كيلو 200. سمك قشر البياض دوت بيبتدي وزنه من اول كيلو لغاية ممكن السمكية توصل ل50 كيلو. بيبقى حجمه بيطلع من النيل بأحجام كبيرة قوي، ممكن احجامه تبقى كبيرة قوي. زي ما قلت لكم السمكية دي بتتغذى على الخضرة وعلى السمك الصغير، فعشان كده بيبقى طعمها حلو قوي. سعره بقى ده دلوقتي يعني ديت مثلا كيلو 200 قطعت 95 جنيه. احنا كده بنتبلها كلها من جوه بالخلطة الجميلة دي. اهم حاجة بقى تظبطي الملح بتاعك، ما يبقاش مالح قوي. هسيبها بقى دلوقتي في التلاجة حوالي بتاع ساعة او ساعتين تتشرب من التتبيلة الجميلة دي. دلوقتي هبتدي اجهز الطاجن بتاعي. معايا الصينية كده واحط فيها شوية زيت، ومعايا بصل كده مقطعاه قطع صغيرة. هبتدي بس اديله كرمله كده او تشويحه بسيطه. دلوقتي هنا كده البصله خدت لون كده حلو. هبتدي بقى احط عليها الثوم، تقليبه بس كده بسيطه، واحط عليها الفلفل. هنا ريحه الثوم طلعت معايا،
هبتدي بقى اضيف عليه الفلفل. معايا بقى دلوقتي معلقتين صلصة هحطهم عليها. معايا بقى دلوقتي طماطم مقطعه كده قطع صغيره هشوحها كده معاها. معايا بقى دلوقتي عصير طماطم هضيفه عليها كده. معايا بقى معلقه من الخلطه اللي احنا عملناها للسمك من تتبيله السمك كده كنت سايباها هضيفها عليها عشان تاخد برضو الخلطه من نفس طعم السمك. وهحط عليها طبعا الكمون وهحط عليها معلقه بهارات سمك. وهظبط بقى طبعا الملح بتاعي. هقلب بقى واسيبها ايه تتسبك بس شويه كده. دلوقتي بقى هنا السمك بعد ما قعد شويه في التلاجة بتاع حوالي ساعه ونص كده ولا حاجه عشان يتشرب من التتبيله. هاخده دلوقتي كده هحطه في الدقيق هعفره كله كده بالدقيق. بجد ريحه التتبيله جميله جدا جدا، ريحتها حلوه قوي. جربوها بالطريقه ديت ان شاء الله هتعجبكم. وريحه الاعشاب والحاجه اللي احنا ضفناها عليها والكمون والليمون مديها ريحه حلوه قوي قوي. يعني هو اساسا السمك بيحب الحاجات دي، بيحب الخضره وبيحب الليمون والكمون كتير. هنعمل كده الكميه كلها كده بالطريقه ديت. دلوقتي بقى هنحمرها في الزيت. دلوقتي انا جبت الطاسه بتاعتي كده وحطيت فيها زيت سخن وهبتدي انزل بالسمك بتاعي كده. وهنفضه من الدقيق كده وهحطه في الطاسه ياخد لون بس ذهبي. هياخد لون ذهبي وهنبتدي نطلعه مع بعض. كده هنا اهوت ابتدى ياخد اللون الذهبي الجميل دوت. دلوقتي بقى اقلبه على الناحيه التانية كده عشان ياخد نفس اللون برضو. هو ما خدش 10 دقايق في تحميره واداني اللون الجميل ده. هجهز بقى الطاجن بقى بتاعي بقى او الصينيه او اي حاجه عندك. وهحط بقى في القعر من تحت الطاجن كده شويه من الخلطه اللي احنا عملناها الحلوه ديت. ريحتها بجد حلوه قوي 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 يعني عايزه تتاكل كده. وهرص السمك بقى بتاعي اللي انا حمرته كده وهحط بيض الخلطه عليها من فوق الوش. دلوقتي بقى انا هدخلها على الشوايه بس لان هي كل حاجه مستويه وجميله. هدخلها على الشوايه بس ربع ساعه يا دوبك تاخد لون بس من فوق وتتحمر كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله وتجربوها كده وتقولوا لي رايكم. وما تنسيش تنورينا في الاشتراك في القناه وحط لنا لايك وفعلي زر الجرس عشان يصلك كل جديد ان شاء الله.